أهلا بيكم في قناة فيلميزو. بيبدأ الفيلم في المطار، وفي شابين اسمهم كيد وآيل مستنيين صاحبتهم إيفا علشان طالعين رحلة مع بعض للجزيرة. بعد شوية بتوصل إيفا وبيكون معاها الحارس الشخصي بتاعها اللي اسمه براندن. كيد بيستغرب وبيكلم إيفا على جنبه وبيسألها أنت جايبة الحارس معاكي ليه؟ فبتقوله إن باباها هو اللي أصر إنها ما تروحش الرحلة لوحدها. كيد بيتضايق لأنه مش هيعرف يقضي وقت لوحده معاها. في نفس الوقت بنتعرف على عيلة تانية، جد، جدة وحفيدتهم الصغيرة جريس. هما كمان رايحين نفس الرحلة. الجدة بتطلب من جوزها يسبقها على صالة الانتظار، وهي تروح تجيب البسكوت اللي جريس بتحبه. وإيفا وهي بتقدم الباسبور بتاعها، الموظف بيتفاجئ إنها بنت المحافظ، وبيقول لها إنه هيدي صوته لأبوها في الانتخابات. وفي اللحظة دي جريس تفقد لعبتها من غير ما تحس، وإيفا تشوفها على الأرض بس بتتجاهلها وبتعدي. بعدها جريس تكتشف إن لعبتها مش معاها، فتجري تدور عليها وتخبط في إيفا بالغلط وتكب عليها القهوة. إيفا تتعصب وتزعق لها، وجريس تعتذر وتقول إنها كانت بتدور على لعبتها. جريس ترجع لجدتها وهي زعلانة، فإيفا تحس بالذنب وتروح تدور على اللعبة، تلاقيها وترجعها لجريس. جريس تفرح وتشكرها. الركاب كلهم يركبوا الطيارة، وإيفا تقول لبراندن إنها هتقعد مع أصحابها في الدرجة الاقتصادية. بعد شوية الطيارة تطير، والمضيف فريد يبدأ يوزع مشروبات. آيل يسخر من شغل فريد، ففريد يتعصب ويكب العصير عليه كأنها غلطة. بعد شوية الطيارة تدخل في مطبات هوائية جامدة. الكابتن يطمن الركاب ويطلب منهم يربطوا الأحزمة. جريس تبص من الشباك وتلاقي إن في نار طالعة من موتور الطيارة. الكابتن يبلغ الركاب بالاستعداد لهبوط اضطراري. فجأة شباك الطيارة يتكسر وجزء كبير من الطيارة ينفجر، والضغط يسحب ناس كتير بره الطيارة ويموتوا. الطيارة تقع في المحيط، لكن الجزء اللي فيه إيفا وأصحابها ما دخلتهوش المية. إيفا تبقى مرعوبة لأن مامتها ماتت غرقانة السنة اللي فاتت. فريد يوصل يطمنهم، وسرعان ما يوصل براندون معاهم جريس وجدتها اللي كانت فقدت الوعي، وفريد يبدأ يعمل لها إنعاش لحد ما تفوق. الجدة تسأل على جوزها، وبراندون يقول لها إنه مات. كيد ينهار من الخوف، وبراندون يطمنه إن في أمل، خصوصاً إن الكابتن كان بلغ الطوارئ قبل ما يقعوا. براندون يطلب من فريد يجيب أسطوانات الأكسجين، لكن لما يروح يدور يكتشف إنها فاضية، فبيقرر ينزل يعوم لحد الجزء التاني من الطيارة يدور هناك. وهو بيعوم يهاجمه قرش ويعضه، لكنه بيرجع بأسطوانات الأكسجين ويديها لإيفا ويقول لها تحافظ على نفسها لأنه مش هيقدر يحميها تاني. فجأة القرش يظهر ويمسك براندون ويسحبه. الركاب ينهاروا من اللي شافوه ويتجمعوا في آخر الطيارة اللي لسه المية ما وصلتهاش. إيفا تبكي والجدة تهديها. الجدة تلاحظ إن رجل آيل مكسورة وتعمل له إسعافات أولية. فريق الإنقاذ يوصل بالهليكوبتر ويتأكدوا من بنت المحافظ من الركاب. في نفس الوقت كيد يتخانق مع إيفا لأنها مش عايزة يطلعوا لسطح المية، لكن لما يشوفوا القروش بتهاجم الركاب يقرروا يتصرفوا. جريس تقول إن القروش بتخاف من الفقاقيع، لكن آيل يسخر منها. فريد يتعصب عليه ويقول مفيش حل غير إنهم يجربوا. فريد يقول إن بدل الغطس موجودة في مكان الشنط، لكن المية غرقتها، فإيفا تتطوع تروح تجيبهم. بس أول ما تقرر تنزل يجيلها نوبة هلع وتدخل الحمام وتعيط. في الوقت ده جريس تلاحظ وتواسيها وتقول لها إنهم هيخرجوا من هنا. جريس تشوف غواصين من ورا الشباك وتنادي على باقي الفريق يفرحوا، لكن فجأة قرش يهجم على غواص ويموته. الغواص التاني يختفي، والجدة تقول إنها شافته دخل من فتحة في الطيارة. يروحوا يبصوا عليه يلاقوه مات هو كمان. إيفا تفتكر إنها شافت شنطة معدات معاه، فتنزل تدور، وكيد يعوم وراها لكن يتزحلق وقرش يقطع له رجله. أصحابه يرجعوه والجدة تعمل له إسعافات، بس كيد ينهار ويقول لإيفا تاخد الباقي وتهرب لأنه مش هيقدر يكمل. إيفا تنزل تدور على شنطة الغطس، تلاقيها بس يلاقوا فيها 4 بدل بس. كيد يتعب أكتر ويموت، وإيفا تحاول تنقذه لكن من غير فايدة. المية تبدأ تعلى وإيفا تدي تعليمات يلبسوا البدل، يجمعوا ستارات النجاة، وأول ما يخرجوا يشغلوها علشان تطلعهم لسطح المية، وتطلب يستخدموا الفقاقيع زي ما جريس قالت. الجدة تقرر تسيب البدلة لحد تاني وتضحي بنفسها، تحاول تشتت انتباه جريس عن القرش. الفريق يجهز، الطيارة تتقسم نصين والمية تدخل عليهم.
إيفا تقول لهم إن معاهم أسطوانتين أكسجين بس، واحدة مع جريس والتانية هيتناوبوا عليها. الجدة توصي إيفا على جريس وتقول لجريس ما تسيبش إيفا. ينزلوا المية والقرش يهاجم، لكن إيفا تستخدم خرطوم السترة وتعمل فقاقيع والقرش يهرب. الجدة تفضل في الطيارة وتغرق. آيل يرجع يدور على الجدة والقرش يهجم عليه ويموته. فريد يرجع لإيفا وجريس وتديله الأسطوانة ويكملوا لحد مخرج الطيارة. فريد بياخد جريس ويطلعوا، وفجأة الطيارة بتقع وتسحبها للقاع. بتعوم بكل قوتها وتطلع، لكن بتفقد الوعي وبتوصل للسطح وتفوق. وبعد شوية بتدور على فريد وجريس وما تلاقيهمش، لكن بتلاقي لعبة جريس وبتشيلها. وفجأة الهليكوبتر بتوصل وبيشوفوها وينزلوا الحبل ويسحبوها. بتتفاجئ إن فريد وجريس موجودين فوق، وبتفرح جريس وبتسأل على جدتها. فإيفا بتعتذر وتقول لها إنها ماتت، وجريس بتنهار. فإيفا بتحضنها وتواسيها وتديها لعبتها. وبيخلص الفيلم. وما تنساش لايك واشتراك لو عجبك الفيلم. سلام.